اي واحد فينا كيحتاج الثقه في النفس، حيت هي واحد الحاجه ضروريه وكلنا كنحتاجوها. وزيد عليها اننا خاصنا نكونوا كنطوروها كل نهار. وانك تكون واحد الشخص اللي واثق في راسو راه كيعني بلي انك واحد الشخص اللي ناجح في حياتك، وعندك واحد العلاقات اللي زوينين وكتخلي الناس ينجذبوا ليك. وديجا كنت درت فيديوهات على كيفاش تطور الشخصيه ديالك وتكتسب الثقه في النفس، ولكن الفيديو ديال اليوم غادي يهضروا على الاخطاء اللي ما خاصكش تبقى ديرهم، حيت كيضعفوا الثقه في النفس عندك. وكاع ديك الخدمه وكاع داكشي اللي كتقرا وكتعلم باش تطور الثقه في النفس، باش تطور الثقه في النفس ديالك كتضربها في الزيرو، حيت كدير شي حوايج اللي العكس تماما ديال الثقه في النفس. والمشكل ان هاد الاخطاء ما كتعرفهمش كاع واش اخطاء ولا لا، داكشي علاش كتبقى ديرهم بزاف ديال المرات بلا ما تحس. واول خطا اللي غتكون كديرو كيبين بلي راك ما تيقش في راسك هو وضعيه الجسد ديالك، واحد العامل اساسي بزاف اللي كيخلي الناس تحترمك وتبان واثق من راسك بلا ما يهضروا معاك، بمجرد انهم يشوفوا فيك ولا هي وضعيه الجسد ديالك. يمكن لك تبان واثق من راسك كثر غير بحوايج بساط، مثلا وضعيه الدار ديالك، واش دارك مقاد ولا عوج والكتاف ديالك مضيقين. فمن الاحسن فاش تكون داخل شي بلاصه الخدمه ولا اي حاجه، حاول تخلي ظهرك واقف ومقاد وكتافك يرجعوا للور، وديما خلي راسك يكون مهزوز للفوق ماشي حاني ولا كتشوف في الارض. وغير هاد الحاجه غادي تخليك تبان بلي عندك واحد الثقه في النفس اللي طالعه. وهذا الشيء يقدر يجيك مع نكش في الاول وخاصك تبقى راد معاه البال، ولكن غير مع المده غادي تولي هذيك هي الوضعيه الصحيحه ديالك. وثاني حاجه واللي كتقتل الثقه ديالك في راسك وهي التفكير السلبي في النفس ديالك. داك الشعور ديال ما نقدرش خلي داك الشيء لماليه، انا ما نقدرش على هذا الشيء وانا ما كنعرفش ندير هادي. فاش كتقول هاد الهضره لراسك فراه مباشره كتشد هذيك الثقه ديالك في راسك وكتقتلها. وراه اكبر عدو لراسك هو انت، وما كاينش شي واحد اللي غادي يكون ضدك قد راسك. واكثر الناس اللي كيضيعوا عليهم الفرص اللي تقدر تبدل حياتهم 180 درجه هما هذوك الناس اللي ما عندهمش الثقه في راسهم، حيت ما كيظنوش انهم يستاهلوا هذاك الشيء، اللي يقدر يجي ولا اللي يجيب هذوك الفرص. وهذه هي اكبر حرب اللي خاصك تخرج رابح منها، هي انت ضد راسك. ودابا غادي نعطيك شي حوايج باش تقدر تخرج رابح من هذه الحرب نتاعك انت ضد راسك. اولا تبقى تقول حوايج زوينين لراسك، شوف الايجابيات اللي عندك اكثر من السلبيات. مثلا انت كتعرف تلعب كوره ولا كترسم ولا كتقن شي خدمه مزيان، غادي توقف قدام المرايه وغادي تسول راسك علاش انا كنعرف الرسم، علاش انا كنعرف نلعب كوره. هنا غادي تعرف بلي انت كتستاهل اكثر وعندك قيمه وكتستاهل داكشي اللي انت كتقول لا انا ما نستاهلش هادشي. هنا تلقائيا الثقه ديالك في راسك غادي تزاد. اما السلبيات حاول تجلس مع راسك وشد شي ورقه وسيل وشوف السلبيات اللي فيك وحاول تخدم عليهم في الشهور المقبلين. وثالث حاجه وهي انك كدوز بزاف ديال الوقت في السوشيال ميديا مباشره. فاش كتكون كدوز بزاف ديال الوقت في السوشيال ميديا مثلا الانستغرام، ضروري ما غاديش تكون كتقارن الحياه ديالك بالحياه ديال الناس اخرين اللي تما، ولا هذاك الشخص اللي طلع لك في انستغرام وانت كتسكرولي، ولا كاع صحابك. واخا غادي تقول لي لا انا ما كنقارنش راسي بالناس اخرين، راه ما يمكنش ما تقارنش، حيت فاش كتشوف راسك عايش واحد الحياه لتحت وكتشوف واحد اخر كتعرفو عايش حياه الفوق، ضروري ما غاديش تقارن راسك وتبدا تقول شو هو عنده هادي وانا ما عنديش، شو زوين في حال هكا وانا لا. واخا ما تقولهاش، ولكن راه هذاك الشيء كيوقع في العقل الباطن ديالك. العقل الباطن ديالك كيبدا يقارنك بينك وبين داك الشخص، وانت كتبدا تيق باللي صافي حياته هو احسن من حياتك انت. وخاصك تفهم ان الحياه ديال هذاك الشخص اللي شفتي راه ماشي حياه مثاليه واعر كيف ما كيسحاب لك انت، وانما فقط مع التصويره المناسبه والوقت المناسب كتبان لك راه الحياه ديالو مثاليه. اما راه عايش حياته بحالك بحالو. والا كنتي كتقارن راسك بنادم فراه هذا هو اكبر غلط كيقتل الثقه في النفس ديالك عندك. ما عمرك تقارن راسك بشي واحد، وحتى الا بغيتي قارن راسك انت دابا بنتاع البارح. وكانوا هادو هما الاخطاء اللي كيقتلوا الثقه في النفس ديالك. خلي لي في التعليقات كي جاك الفيديو وشنو تبغي تشوف في الفيديوهات الجايين. تلاقاو في فيديو جديد.